اول حاجه، واكيد من ساعه ما جيتوا عاملين شرحتوا يعني تركيزات وزهقتوا كمان. نبتدي طيب في الفيديو. عنده اي تعليق سريع؟ حد فاهم اي حاجه في الحكايه دي؟ اي حد يرفع ايده. ماشي، اتفضل حضرتك. جميل جدا، ممتاز. في هنا ماشي، اتفضلي. كوباية الشاي دي هي الحياة، والسكر هي النعم اللي ربنا بيمنحها لي، بس مستني أنا أقدم حاجة بإيدي وأقلبها. أنا أعمل حاجة بإيديا وأقلبه فيتحول لشاي حلو. ممتاز، جميل جدا. سمعتوا زميلتكم وزميلتكم قالوا ايه؟ قالوا ان السكر هي ان كوبايه الشاي هي دي الحياه، وان السكر هي النعم اللي ربنا من بيها عليا، وانه انا لازم احرك بايدي السكر عشان امسكه في الحياه. نكمل الفيديو طيب؟ عشان تبقى حياتنا كوبايه شاي تعدل المزاج، فكركم محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل حاجات كتير قوي، مش كده؟ كل الحكايه كل واحد فينا جواه سكر. اصل مفيش انسان ضعيف، لكن في انسان بيجهل مواطن القوه اللي جواه. كل واحد فينا جواه خير كامل، جواه قدرات عظيمه جدا، بس احنا مش بنحس بيها ولا بنطلعها. احيانا كتير، احيانا بقى كتير بنقف قدام مرارة الحياة، بنقف مش قادرين نغير فيها ولا قادرين نعمل فيها اي حاجة. مش كده وبس، ممكن احيانا كتير بنغرق في عالم الامنيات ونقعد نحلم ونتمنى باي حاجة نفسي في الحياة دي تحصل. قاعد احلم ايه اي حاجة حلوة نفسي تحصل فيها، واحلم واحلم، والشاي عمال يبرد. كوباية الشاي هتبرد خلاص، مش هلحق اشربها. وكمان هو نفس حكايه الوقت بيعدي، وعمري وحياتي مش مستنياني، هتعدي مني بسرعه. من هنا بقى كل واحد فينا محتاج يدور عن السكر اللي جواه، السكر المدفون ده. انتوا عارفين السكر اللي مدفون جوانا ده مش موجود في اي حد تاني. احنا شباب. الثوره كانت ثوره شباب، فينا سكر مميز عن اي بني ادم، عن اي انسان. الثوره اما قامت كان فيها تحدي واصرار وعزيمه، لانهم شباب، وهي دي مميزات الشباب فعلا.
وانتوا عارفين الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال نصرت بالشباب. تخيلوا اللي نصر دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام هم الشباب. متخيلين انتوا؟ نصر الدعوه بحالها. طارق بن زياد دخل الاندلس وفتحها وهو عنده 19 سنه. متخيلين واحد عنده 19 سنه قاد جيش؟ لا، وفتح دوله عظيمه. متخيلين احنا واحد عندنا 15 سنه هيعمل ايه؟ فعلا مش كده ولا نجيبوا الرئيس علينا؟ الفاتح فتح القسطنطينيه، قعد على العرش وهو عنده 15 سنه. 15 سنه يا شباب، متخيلين؟ وفتح القسطنطينيه وهو عنده 20 سنه. فاحنا اكيد جوانا حاجات عظيمه جدا جدا، وشباب مش صغيرين بس، اكيد بنات كمان. السكر اللي موجود جوانا سكر ليه مذاق غير عادي وحلاوته غير عاديه. السكر اللي موجود جوانا ده ليه تاريخ عظيم جدا. انتوا عارفين ليه؟ عشان اصل اللي بنى الحضاره وصنع المجد هم العرب، هم احنا. اوروبا اللي دلوقتي ما شاء الله الاعلى على طول، كان اخذت حضارتها، او كملت على حضارتنا احنا، بنت على انقاض حضارتنا، بس هي ملهاش تاريخ. احنا اللي لينا تاريخ، هي حضاره بدون تاريخ، بس هي حضاره بتطلع. بس هي في الاخير احنا اللي هنطلع يعني في الاخير، مش هي. احنا مصر محتاجانا قوي، ومصر بتنادي علينا غير اي وقت تاني. مش حاسين كده؟ تصدقوا انه في احصائيه عن 2010 2011 بتقول انه افضل صيادله وافضل اطباء وافضل مهندسين وافضل معلمين على مستوى العالم كله هي مين؟ اسرائيل. مش كده وكمان البحث العلمي، اسرائيل بتحتل رقم 1. تخيلوا بلدنا بتنادي علينا ولا مش بتنادي؟ دي عجبانه جدا جدا. غير كده كمان تصدقوا ان جاليليو، انتوا عارفين عالم اجنبي ما كانش عربي خالص، طول عمره كان عربي، كان مرسوم في كتاب اوروبي قديم بزي عربي. تتخيلوا ليه مرسوم بزي عربي؟ مين يتخيل؟ لانه ايام زمان ما كانش عندهم تخيل عن العلماء غير العرب، ما شافوش في حياتهم علماء غير العرب، ما شافوش. فيحبوا يتخيلوا معاهم، يتخيلوه زي عربي لابس العلمه ولابس العبايه بتاعتهم وعليها التزام. فاحنا محتاجين نرجع امجادنا بقوه، ومش اي حد هيرجع المجد، احنا وانت، يعني انتوا كلنا، احنا الشباب، مش اي حد تاني. انتوا عارفين حكايه التيشيرتات اللي دايما التيشيرتات بيكون عليها انجلش مكتوب او كده، فالحكايه دي اصلا كمان اخذوها من العرب اما دخلوا سقطت الاندلس واحتلوها، لقوا ان الزي العربي كان مكتوب عليه حروف عربيه. فاكيد احنا محتاجين نطلع اللي جوانا وندور عليه. تفتكروا بقى ازاي نطلع اللي جوانا وندور عليه؟ مرحله او الحياه الجامعيه دي افضل مرحله عدت عليكم وهتعدي عليكم بعد كده، مش هتلاقوا زيها خالص. هي دي ذره شبابنا، لازم ما نضيعهاش، لازم نستغل كل دقيقه فيها. غير كده كمان، طب تفتكروا ازاي بنستغل الحاجات دي؟ احنا الشباب وعندنا طاقات، نبدا بقى نطلعها ازاي؟ نحررها ازاي؟ محتاجين انه احنا قبل ما نبدا في الكليه او اول يوم كده، كل واحد يخطط اللي عايز يعمله في الكليه، كل واحد يحط اهداف قدامه، كل واحد يقول هو عايز يكون ايه في يوم من الايام عشان ينفع بلده. كل واحد يحط حاجه هو عايزها ويحطها على المكتب، يحطها على باب الاوضه عشان ما ينساش. لو في يوم من الايام نسى ايه الهدف اللي هو عايز يوصل له، يلاقيه قدامه على طول، كل شويه يبص عليه. يعني محتاجين ان احنا ندور على اصحاب متميزين، دوروا على اصحابكم المتميزين في كل حاجه، متميزين علميا، متميزين في علاقتهم مع بقيه زمايلهم، متميزين في علاقتهم مع ربنا، لان دي يعني بتبقى حاجه جميله جدا على فكره اما الانسان يجمع بين كل الحاجات دي. احنا لو جمعنا كل الحاجات دي وطلعناها وقدرنا بيها نطلع طاقتنا اللي عندنا، هنقدر نعمل كوبايه شاي وطعمها مسكر جدا. هتحس بايه؟ بعد ما تعملي كوبايه شاي مظبوطه هنحس بايه؟ هنحس باحساس جميل جدا ورائع جدا، وخصوصا بقى ما يكون ربنا راضي علينا، هيبقى الاحساس رائع جدا. حد جرب قبل كده الاحساس؟ اكيد بعد اول ما طلعت نتيجه الثانويه العامه وجالكم الكليه اكيد حسيتوا باحساس رائع. حسيتوا بيه؟ كان كوبايه شاي. وغير كده كمان اهلك في البيت حسوا بيه، كل جيرانكم وقرايبكم والعالم كله، كل واحد فينا محتاج ان العالم يحس بكوبايه الشاي بتاعته، كل واحد فينا يصنع كوبايه شاي مميزه. وانا اسفه لو طلعت عليكم، شكرا جزيلا. الموضوع الاساسي احنا بعتنا
المفروض ان هو كان يجي بس فكره عنه جامد من الاداره. فيا ريت يعني لو كل ثلاثه يقعدوا على التسجيل هنريح بعض قوي يعني عشان الناس تقعد مع بعض. دلوقتي مسابقه توزعت عليكم ان شاء الله عملوها وسلموها ان شاء الله. في بيقولوا لي في جواز طيب انا ما بقولوش. جايزتين ماشي عشان يحلوا المسابقه. في شنطتين ادوات واثنين بطو وخمسين. احنا اخر مرحله لينا بعد الكليه هنبتدي دلوقتي ان شاء الله باول مرحله لينا او اول خطوه لينا في الكليه. واسم الفقره دي يا ترى ايه النظام؟ هو اسمه كده. ايه المواد؟ ايه الدكاتره؟ هنذاكر ازاي؟ يا ترى ايه اخبار الامتحانات؟ تقسيمه الدرجات ايه؟ هنعرف كل ده ان شاء الله ونستفيد مع الدكتور محمد يسري والدكتور اسامه. الدكتور محمد يسري هيقدم لنا ان شاء الله مادتين الكيمياء والفيزياء، واللي مش عايز يكتب ان شاء الله في شرح بره لمدارس المواد كلها وكل اللي هيتقال. في معاه فايل هديه ومعاه ديكشنري كده صغير فيه تقريبا كلمات الصغيره اللي ممكن تحتاجوها. يعني ان شاء الله هيتباع بره بالتنين. يعني ممكن بعد ما الدكتور محمد يسري يخلص بريك ما بين الدكتور محمد يسري والدكتور اسامه يطلعوا تشتغلوا تمام عشان ما حدش عايز يكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركزوا معايا يا جماعة عشان أول 10 دقايق دول هم أهم 10 دقايق هتخلي السنة كلها ماشية زي ما هي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. أنا اسمي محمد يسري دبور، الفرقة الثانية كلية الصيدلة، تقدير عام امتياز. ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم على نظام الدراسه في الكليه، المواد اللي انتم ان شاء الله هتدرسوها، طرق مذاكرتها، الدكاتره ازاي يتعاملوا معاها. ان شاء الله هنلم بالموضوع ده كله. اول حاجه احنا كليه صيدله صح؟ كليه الصيدله دي كليه عمليه. يعني ايه كليه عمليه؟ يعني في محاضرات وسكاشن. اولا حد يعرف ايه الفرق بين المحاضره والسكشن قبل ما يبدا كده؟ طب حد يرفع ايده طيب؟ حد يعرف ايه الفرق بين المحاضره والسيشن؟ طيب نبدا. جميل. زي ما الدكتوره قالت المحاضره دي زي ما احنا قاعدين دلوقتي ده الجزء النظري بتاع الماده. يعني الدكتور بيخش في مدرج زي ده كده، في مدرج بيشيل 300 شايل مثلا 1500 والدكتور بيشرح مثلا على داتا شو او على سبوره. اما السيشن فده الجزء العام بتاع الماده. نبدا نتكلم شويه كده عن نظام المحاضرات. المحاضره دي بتاخدوها في مدرجات زي دي كده، يعني او زي اللي انتوا خدتوا فيها الكشف. المحاضره دي يعني لو تفتكروا مدرج 4 اللي انتوا خدتوا فيه الكشف الطبي، ده من ضمن المدرجات في الكليه اللي انتوا بتاخدوا فيها المحاضرات. عندكم مدرج 4 وهتلاقي قصاده مدرج 5 وتحتيه مدرج 3. بيخش الدكتور بيشرح لكم الجزء النظري بتاع الماده سواء على داتا شو او على سبوره زي ما قلنا. اولا المحاضره الدفعه دفعتكم السنه دي 1076 طالب. 1076 طالب دول مقسمين الى 3 مجموعات، اللي حضروا المحاضرات 3 مجموعات الف وب وج. يعني كل مجموعه في حدود مثلا 300 400 طالب. يعني 300 400 طالب بيحضروا المحاضره. يعني عندكم 5 مواد في اعدادي، الكيمياء والفيزياء والنبات والحيوان واللغه. كل ماده دول مقسمه الى فروع. كل فرع كل ماده ليه دكتور بيشرحه اكتر. يعني ممكن تلاقي الفرع الواحد ليه 3 دكاتره بيشرحوه، كل دكتور في مجموعه معينه. مثلا عندكم زي الفيزيكال كيمستري في 3 دكاتره، بس انتوا عاده هتلاقوا نفسكم بتروحوا تركزوا في دكتور معين بيبقى احسن دكتور في الماده. تلاقي مثلا 90% منكم بيحضروا. يعني مثلا زي ماده زي الفيزيكال كيمستري الكيمياء الفيزيائيه ليها دكتوره كده هتلاقوا 90% من الدفعه بتحضر. هتلاقوا ناس قاعده على البنشات وعلى الترابيزات وعلى المراوح وفي الشباك، هتلاقوا مليين المدرج. ان شاء الله هنتكلم على كل فرع وكل ماده. طيب سؤال، هو انا ممكن دلوقتي المجموعات بتتقسم على حسب ارقام الدروس. لو انا في مجموعه الف
وعايز احضر في مجموعه ب مثلا او مجموعه ج، هل ممكن احضر في مجموعه غير مجموعتي؟ او مثلا انا فاتتني محاضره في مجموعه ا وعايز احضر في مجموعه ج او العكس. طبعا عادي خالص، ممكن لو فاتتك محاضره او انت مركز مع دكتور معين ممكن تحضر له في اي مجموعه، شرط ان هي ما تعارضش مع مواعيد السكاشن بتاعته. السكاشن دي عليها حضور وغياب، هنتكلم عليها بكره النهارده ان شاء الله. طيب احنا ان شاء الله اول يوم في الكليه، اول يوم هنخش هتلاقي الطلبه كلها محتاسه مش عارفه حاجه، كله بيخبط في بعضه. انتوا اول ما تخشوا دوروا على الجدول بتاع المحاضرات، هتلاقوه عند شؤون الطلبه. شوفوا المحاضرات بتاعتكم في الاسبوع ده ايه والساعه كام والاماكن بتاعت المحاضرات. تنقلوا الجدول المحاضرات. احنا ان شاء الله كده لو نزل قبل الدراسه هنفعله على الجروب ربع ساعه صدق، عشان قبل ما تنزلوا تعرفوا انتوا رايحين فين بدل ما تحتاسوا في الكليه. طيب تاني حاجه، اهم حاجه في المحاضره، اهم حاجه في كليه اعدادي بالذات، في اعدادي سنه اعدادي حضور المحاضرات. ما ينفعش طالب في اعدادي ما يحضرش محاضره. احنا هتلاقي في مثلا محاضرات معينه كده هتلاقي نفسك مش فاهم حاجه، حاسس ان مخنوق بالمحاضره، احضرها برضه، انك انت هتحضر المحاضره هتستفيد فيه بعد كده، وان شاء الله هتلاقي حاجات بتعلم معاك اما تذاكرها بعد كده هتمشي معاك. احنا ان شاء الله اهم حاجه نيجي اول يوم ده نيجي الساعه 8 الصبح بدري، نحاول نقعد في البنش الاول. طبعا الكلام ده مش ليكم، هو اول 10 بنشات معروفه البنات بيبقوا مستوعبين عليه. طيب بالنسبه لنظام كليه علوم، احنا ان شاء الله هنقعد في كليه علوم سنه اللي هي سنه اعدادي، بنبقى ضيوف عليه، بنبقى ضيوف على الكليه، ضيوف شويه معلش، بس هي الدكاتره بيبقوا مقدرين الموضوع ده كويس، وهتلاقوا مسهلين معاكم الدراسه ومسهلين، والامتحانات بتبقى يعني في اعدادي انتوا هتلاقوا اسهل سنه واكتر سنه فيها فراغ معاك، يعني تقدروا تعملوا فيها كل حاجه. الدكاتره بيبقوا مقدرين ده كويس، هتلاقي الامتحانات سهله، هتلاقي نظام دراسه سهل، هتلاقي مشاكل مع الدكاتره، هتلاقي الدكاتره تكون معدومه الا حاجات بسيطه جدا كده، وحاولوا ما تزعلوش، ان لو زعلتهم زعلتهم هيطلع في الامتحان فبلاش. يعني مثلا في ماده زي الحيوان، ماده زي الزولوجي، في الترم الاول الدكتور في كام واحد كده في كام واحد كده زعل الدكتور شويه. في الترم الاول 480 طالب من الدفعه شال الماده، يعني نص الدفعه، فيبقى شويه هم كويسين بس خليهم كويسين معاهم. طيب لا عشان يبقى عارفينهم في الاول. طيب اهم حاجه في المحاضره او من اول اسبوع حاول تكتب ورا الدكتور. انتوا هتلاقوا في اول اسبوع موضوع الانجليزي وانك تكتبوا كل حاجه ورا الدكتور صعب شويه، بس ان شاء الله هتعودوا على الموضوع ده بعد كده. حاول تكتب كل كلمه الدكتور بيقولها وبيكتبها، يعني مثلا الدكتور قال كلمه بالعربي اكتبها، كتب كلمه على السبوره هتلاقي كلام بالانجلش على السبوره، اكتب وراه كل حاجه هو بيقولها. طيب انا بذاكر ازاي في اعدادي؟ يعني هل بذاكر زي الثانوي يوم بيومه، ولا ناس بتقول مثلا دخلت الكليه خلاص بقى مش هذاكر بقى خلاص داخل بقى؟ طيب بص، هو ولا كده ولا كده. انا كنت بضحك عليكم بصراحه لو قلت لكم ان احنا هنذاكر يوم بيومه زي الثانوي، الموضوع يعني مستحيل شويه، او اللي عايز بقى الاول عندكم ماشي ممكن. المهم يعني احنا نحاول في المحاضره اهم حاجه زي ما قلنا نحضر المحاضرات، نكتب ورا الدكتور كل اللي هو بيقوله. بعد ما تروح البيت بعد ما تاخد المحاضره حاول تبيض المحاضره. تبيض يعني ايه؟ يعني تكتب المحاضره باسلوب خط كويس وتنظيم افضل. بعد كده اخر الاسبوع حاول تجمع المحاضرات اللي انت خدتها طول الاسبوع وقراها كم مره او مرتين. عايز اقول لكم صدقوني ان شاء الله مش هتحتاجوا تبصوا في المحاضره دي تاني غير قبل الميد ترم. ايه الميد ترم ده؟ الميد ترم ده امتحان بعد حوالي 5 أو 6 أسابيع من الدراسه. يعني انا عن 7 أو 8 الاسبوع الثامن. طيب الاسبوع الثامن الميد ترم ده بيجي في الاسبوع الثاني. انت هتلاقي نفسك كده في الاسبوع على فكره عندهم امتحان بكره، امتحان ميد ترم، ما تعرفوش ازاي. يعني مثلا كان عندي في السنه بتاعتي قالوا لي كنت انا مثلا كان امتحان الزو كان يوم الاربعاء، كنت يوم الاثنين عارف ان عندي امتحان زو وكنت ذاكرت حاجه قبل كده دخلت بقى ما اقولكمش فيعني اول حاجه يعني زي ما قلت لكم كده، انتوا لو الطريقه اللي انا بقولها لكم دي خدتوا المحاضره بيضوها وقريتوها مثلا مره او مرتين في اخر الاسبوع، هتذاكروها في ساعه الميد ترم، هتخشوا الامتحان
هتلاقي الطلبه كلها داخله بتلوش، انتوا ان شاء الله هتخشوا هتقفلوا ان شاء الله. طيب بيقول لك المواد في الصيدله بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالانجليزي طبعا. طبعا انت هتخش في اول اسبوع او اول اسبوعين تلاقوا الدكتور دخل كل حاجه بيشرحها بالانجليزي، قاعد في المحاضره مش عارف يكتب وراه حتى المحاضره زي ما قلنا، مش عارف تركز معاه، كلمات الهبل مش عارفين تترجموها، الا طبعا الناس اللي لغايه في ثانوي الموضوع هيبقى سلس بالنسبه لهم شويه، بس معظمنا عربي يعني، صح ولا ايه؟ طيب هو بس هي ظاهره صحيه يعني حصلت لنا كلنا. اول اسبوع اول اسبوعين دخلنا، انا في اول اسبوعين ما كنتش عارف اذاكر عشان موضوع الانجليزي ده، بس زي ما بقول لكم حاولوا مثلا تكتبوا وراه كل كلمه هو بيقولها، كل كلمه هو بيكتبها. اول ما تروح البيت حاول تترجم كل الكلام اللي هو قاله. مثلا هتلاقي في اول محاضره مثلا عندك 30 كلمه عايزه تترجم، حاول تترجمهم واحفظهم، احفظ 30 كلمه. تاني محاضره هتلاقي الموضوع قل شويه بقت 25 كلمه، تالت محاضره هتلاقيها اقل. هتلاقوا بعض مثلا لو ركزتوا وصبرتوا شويه في موضوع الانجليزي ده بالذات، هتلاقوا بعد شهرين بالظبط هتلاقوا نفسكم مش عارفين تذاكروا عربي اصلا، هتنسوا انكم تذاكروا العربي، هتلاقوا ان كنتوا مش هتفتحوا قاموس غير كل فين وفين اصلا. تمام؟ طيب طيب ايه حكايه الورق بقى بتاع الكليه ده؟ كل ما اخش اسال واحد في صيدله يقول لي كليه الصيدله دي هي كليه الورق، انت مش هتعرف تذاكر في كليه الورق. هو ده يعني الموضوع يعني ايه صحيح الى حد ما، بس مش في اعدادي. يعني اعدادي في مواد انا معاكم ان في مواد فعلا مش هتعرف تذاكرها غير من الورق، يعني مواد مثلا مش هتعرف تكتب ورا الدكتور، هتلاقي الدكتور عمال بيدردش معاك مش هتعرف تكتب ورا كلمه، الكتاب بتاع معقد حاجه زي كده اورجانيك كده مثلا، مش هتعرف تقرا من الكتاب ولا هتعرفوا تفهموا الدكتور، هتفهموا بس مش هتعرفوا تدونوا وراه. فدي قدامك حلين، عندك الورق ورفع كفاءه. ايه حكايه الورق ورفع كفاءه؟ الورق ده مذكرات معيد ينزلها او طلبه اكبر مننا في دفعات اكبر بتكون فاهمه الماده كويس جدا، فبتقوم منزلها بالانجليزي ومنزلها بالعربي. هتلاقي الورق اللي بتذاكروا منه اكنكم ثانويه عامه، كل كلمه بالانجليزي هتلاقي مترجمينها بالعربي 100% يعني. فهتلاقوا الموضوع الورق بالذات في ماده زي الان اورجانيك دي يعني على سنتي ما ينفعش تذاكر المحاضره خالص، يعني هي لازم ورق، ويعني حاولوا مثلا تذاكروا منها بالورق، خصوصا ان الموضوع لسه صعب. في حاجه بقى اسمها رفع كفاءه. رفع كفاءه دي عارفين المجموعات المدرسيه بتاعت في المدرسه، في نقابه المدرسه. رفع كفاءه دي هي المجموعات المدرسيه بتاعت بتبدا بعد مثلا حوالي شهر من بدايه الدراسه او شهر ونص، بيديها معيد بيشرح لكم الماده. المعيد يشرح لكم الماده في رفع كفاءه، ان شاء الله بيشرحها لكم بطريقه سهله جدا. انتوا مثلا ماده زي الاورجانيك دي هتحسوا ان هي صعبه جدا في المحاضرات، اما تاخدوها رفع كفاءه هتلاقي الموضوع سهل، وعلى فكره باسعارها مزيه جدا. يعني مثلا الكلمه دي لو هتاخد فيها كورس مثلا ب 1500، رفع كفاءه في الاورجانيك مثلا 60 جنيه، في الكيمياء كلها ب 200 جنيه، فيعني الكليه متعامله فيها جامد يعني. طيب احنا اتكلمنا عن الميد ترم. اتكلمنا عن على فكره الميد ترم عليه من 20 30 درجه من ماده 20 30 درجه دول لو ضاعوا يعني انسوا خلاص. يعني فعلا اللي عايز يفكر يجيب امتياز في الكليه دي يهتم بالميد ترم. تلاقي معظم الطلبه مضيعه في الميد ترم. هي بتفرق بين الطالب والتاني، مش بتفرق في الفاينل على فكره، الفاينل كله هتلاقيه بيحل، او بتفرق في الميد ترم بالذات. احنا كفايه كلام كده عن المحاضرات، نتكلم عن السكاشن شويه. هي احنا السكاشن زي ما قلنا هي الحصص العمليه بتاعت الماده، تاخدها في المعمل. بتكون طبعا مجموعات اصغر، طبعا قلنا المحاضره حوالي من 300 ل 400 واحد. السكشن هي السكاشن الدفعه قلنا 1076 بتبقى تقسم على 18 سكشن، على 18 مجموعه. السكشن بيشيل مثلا حوالي من 40 ل 50 كتير قوي. فانتوا يعني هتلاقوا تاخدوها. طبعا السكاشن دي بتبقى في المعامل، معظم المعامل هتلاقوها في الكليه. يعني عندك الفيزياء والنبات والحيوان بتبقى في الكليه، ما عدا معمل الكيمياء. معمل الكيمياء ده هتلاقوه في كليه علوم اللي هي عن طريق الحريه اللي هي جنب هندسه. هتعرفها ولا ايه؟ عارفين المبنى اللي قايل السقوط ده؟ المبنى بيقول انا قايل السقوط ده حموره يعني. انتوا هتلاقوا انتوا طالعين على السلم كده الدنيا بتثبت فوقيكم. طيب المعامله مع المعيدين بقى. انت ان شاء الله بتخش اول اسبوع، ثاني اسبوع بتخش السكاشن.
حاول اول ما تدخل السيشن الكلام ده ليك كلكم، يعني تكون ليك علاقه كويسه جدا مع المعيد او المعيده اللي بتدرسها. يعني العلاقه دي بجد هتفيدكم طول السنه. يعني مثلا لو في ما تحتاجش انك انت تطلب منه اي حاجه، لو في حاجه انت مش فاهمها، يعني مثلا جزء من ماده صعب مش عارف تفهمه من الدكتور، مش عارف تفهمه مثلا من الورق، روح للمعيد وان شاء الله بيرحب جدا. يعني عايز اقول لكم بالذات المعيدين بتاعت كليه علوم بتاعت اعدادي يعني هيرحبوا بيكم جدا. فانتوا استغلوهم في السنه دي، واي حاجه انتوا مش عارفينها زهقوهم يعني بجد. طيب السكاشن عليها حضور وغياب. يعني في قانون في لائحه الجامعه بيقول ان الطالب لو جاب اكتر من 25% من السكاشن بيحرم من دخول الماده. يعني مثلا انا كيمياء يحرم من امتحان الماده، يحرم من دخول امتحان الماده، يحرم اصلا مش هيخش الامتحان. يعني مثلا كيمستري لو جبت 25% يعني ايه؟ يعني لو جبت مثلا من 3 أو 4 سكاشن في الترم ما ينفعش تخش الامتحان، يعني خلاص كده شلت الماده السلام. فانتوا يعني حتى الشباب او الدكاتره اللي ما بيحضرش المحاضرات ما ينفعش ما يحضرش سكاشن. السكاشن دي لازم تحضرها، اللي عايز يعدي. تمام؟ خلاص كده. بس على فكره المعامل ممكن في اول سيكشن او ثاني سيكشن ممكن تحتسوا شويه، يعني هتحسوا الموضوع صعب شويه. هو المعيد يعمل ديمونستريشن وكل حاجه، بس اول ثاني سيكشن هتحسوا الموضوع ممكن يكون تقيل شويه. بدايه من الثالث والرابع هتلاقوا المعمل ده انتوا بتحبوه جدا. بالنسبه في حاجه اسمها امتحان الشفوي. هو صراحه على سنتي انا ما كانش فيه امتحان شفوي، بس قالوا لي ان السنه اللي فاتت في اعدادي ما كانش فيه امتحان شفوي، بس قالوا لي السنه اللي فاتت ادوا لهم امتحان شفوي. امتحان شفوي ده يعني حضرتك بتخش الدكتور بيناقشك في الماده، يشوفك انت فاهم ولا لا، كنت بتحضر المحاضره ولا لا، يقول لك انا اسمي ايه؟ في مثلا دكاتره ما بتحضرش، شباب الدكاتره ما بتحضرش محاضرات خالص، يقول لك انا اسمي ايه بقى؟ ما حدش يعرف يجاوب. مثلا شوف انت مركز في المحاضره ولا لا، انت فاهم ولا مش حافظ. هو ان شاء الله هيبقى بدايه من اولى صيدله هتاخدوا الامتحان الشفوي ده. مش عارف، هو غالبا هيبقى في امتحان شفوي في اعدادي، وان شاء الله هسال لكم ان شاء الله لو في هكتب لكم. طيب خش بقى على المواد. احنا قلنا زي ما قلنا عندنا 5 مواد في اعدادي صيدله: كيمياء، كيمستري، فيزياء، فيزيكس، نبات، بوتاني مش بلانت، حيوان، زولوجي مش انيمال، وعندك اخيرا اللغه. تعودوا بس على المصطلحات الانجليزيه دي عشان ما تعودوش في اعدادي من الاول. طيب خلاص كده المواد اللي هنبدا بالكيمستري. كيمياء. بص الكيمياء دي اهم ماده في كليه الصيدله، يعني اللي داخل صيدله وما بيحبش الكيمياء اقول له انت كده جيت غلط، انت معاكس. ما ينفعش تكون داخل الكيمياء وانت ما ينفعش تكون داخل صيدله ما بتحبش الكيمياء. انت كده مثلا تروح تحول زراعه بقى، تحول اداب، ما ينفعش في كليه الصيدله. الكيمياء هتبقى معانا في اعدادي وفي اولى وثانيه وثالثه ورابعه. الكيمياء عندنا الكيمياء في اعدادي عليها 300 درجه من 1000. 300 دول بيقسموا 150 ترم اول و150 ترم ثاني. ال 150 درجه بتوع الترم الاول 100 درجه منهم نظري، 50 درجه عملي. ال 100 درجه النظري بقى نمسكها. عندك الكيمياء 3 فروع: ان اورجانيك كيمستري كيمياء غير عضويه، اورجانيك كيمستري كيمياء عضويه، وفيزيكال كيمستري كيمياء فيزيائيه. طيب عندك 3 كيمياء عضويه. طيب تمام. اهم فرع في الترم الاول الكيمياء غير عضويه. ليه؟ عندك الانورجانيك كيمستري في الترم الاول بيبقى عليه نص درجه، بيبقى عليه 50 درجه، والعضويه والفيزيكال عليه نص الثاني، يعني